العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 29 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ورشة عمل بعنوان إريتريا والقانون الدولي. قائد الشرطة الإريترية يعقد لقاء للدراجين بالإقليم الأوسط لبحث السلامة المرورية. قصف جوي إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية في غرب سوريا. اتفاقيات روسية هندية لتعزيز التعاون العسكري. تركيا توقع عشرات الاتفاقيات مع قطر خلال زيارة أردوغان للدوحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والجنوبي وجنوب البحر الأحمر قد أظهرت إصابة 29 مواطن بفيروس كورونا، فقد ظهرت 20 إصابة في الإقليم الأوسط، 8 من مركز العزل و12 من مراكز الفحص، 2 منها في وسط المدينة وواحدة من كل من جزا كنيشة و4 أسمرة وعداق حموس وحوتة وميجهوت وعد نفاس وتيرافولو وطابة وغدايف وصنعفة، و6 من مراكز الفحص بالإقليم الجنوبي، 3 منها من عد خالة و2 في صنعفة وإصابة واحدة في عد قيح، و2 من مراكز الفحص بعنسبة، وواحدة من حمل مالو وواحدة من حقاد، وإصابة واحدة من مركز الفحص بعصب إقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شوفي 40 مريض من مرض الكورونا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 24 من الإقليم الجنوبي و15 من الإقليم الأوسط وواحد من القاش بركة، فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7513، شفي منهم 7411 وتوفي 62 مريضا، فيما لا يزال 140 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 7 ديسمبر 2021. تتواصل فعاليات أسبوع القانون الذي نظمته وزارة العدل لليوم الثاني، حيث نظمت اليوم ورشة عمل بعنوان إريتريا والقانون الدولي. وقدم العميد عبد محمد علي في كلية عد قيح للتجارة والعلوم الاجتماعية في الورشة المنعقدة في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا ورقة عمل أوضح فيها بإسهاب العلاقة الإريترية والقانون الدولي قبل الاستقلال والمراحل الاستعمارية وقبل الاستعمار. وقال الشاب عبدو إن إريتريا بالإمكان الحصول على استقلالها في أربعينيات القرن الماضي مع توسع انتشار الاستعمار في أفريقيا وميثاق الأمم المتحدة في تلك الفترة، إلى أن وخدمة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية خيضت مؤامرات عديدة ساهمت في منع إريتريا من نيل استقلالها وهدم نضال الشعب الإريتري السياسي وإضعاف اقتصادها كي لا تعتمد على ذاتها وإخلاء شعبها من الأفكار الوطنية العامة. كما قدم الشاب عبدو توضيحا مفصلا حول أفعال المستعمرين والقوى العظمى الداعمة له المشينة والتي جرت عبر مراحل، ونقد اتفاقية الاتحاد الفيدرالي وقرار ربط إريتريا بإثيوبيا العظمى غير القانوني بالنظر إلى القانون والعدالة، مشيرا إلى أن جمع الأفعال كانت تعارض وتخالف القوانين الدولية. وذكر بأن نضال الشعب الإريتري لنيل الحرية ضد كل هذه الخطوات غير العادلة كانت خطوة صحيحة بعين الاتفاقيات والقوانين الدولية، كما أن عملية الاستفتاء التي جرت عام 1993 كانت خطوة تاريخية أثبتت ذلك جيدا.
من جهته قدم الشاب إبراهيم عبدو المستشار القانوني في وزارة الشؤون الخارجية ورقة بعنوان المعنى العام وأهمية المشاركة في الاتفاقيات الدولية وتجارب إريتريا بعد الاستقلال. أوضح فيها الاتفاقيات والعقود القانونية التي انضمت إليها إريتريا والنهج التي اتبعته. وأشار الشاب إبراهيم أن قرار الحظر المفروض الباطل على إريتريا كان خاطئا بالنظر إلى القوانين والعدالة الدولية. كما قدمت المدعي العام الشابة لوان موغوز في عدخالة ورقة بعنوان مكانة القوانين الدولية في نظام القوانين الإريترية، والأستاذ إسياس تخليا أستاذ القانون في كلية عد قيح للتجارة والعلوم الاجتماعية بعنوان إريتريا والقيم الدولية. وفي الختام بحث المشاركون الأوراق المقدمة بأسلوب طرح الأسئلة والاستفسارات. ظلت تقدم ابتداء من يوم أمس 6 ديسمبر وكجزءا من برامج أسبوع القانون خدمات قانونية في كافة مناطق البلاد بهدف رفع الوعي القانوني للمجتمع. وتقدم الخدمات في العاصمة أسمر بالمحكمة العليا ومحكمة الإقليم الأوسط أمام سينما روما و11 من المحاكم الأهلية، وكذلك في مديريات بريخ وقلنفحي وسرجغة. وأوضحت منسقة المحاكم بالأقليم السيدة سولومي كيداني بأن القضاة وغيرهم من خبراء القانون بدأوا يقدمون الاستشارات القانونية مجانا. وذكرت السيدة سولومي المجتمع بضرورة السعي لرفع المعرفة القانونية بالذهاب إلى أقرب محكمة إليهم، مدركين أهمية وفائدة تلك الخدمات، موضحة بأن تلك الخدمات المجانية المقدمة لا تخص القضايا المسجلة في المحاكم. من جهتهما قال كل من القاضي قرماي أبرها وميرون كيداني من القضاة القائمين بمهام الاستشارات القانونية بأن البرنامج يسهم في رفع الوعي القانوني للمجتمع ويعزز من التقيد به. وأوضح سكان العاصمة أسمر أهمية هذه البرامج الكبيرة وبدأ وفي الاستفادة الجيدة منها. هذا وتقدم خدمات قانونية مجانية في إقليم الكاشبركا في كل من مدن بارونتو وتسني وقردات وقلوج وتخمبيا وشامبوكو، وفي الجنوب مندفرة وعد قيح ودباروا والدقمحاري وعد خالة وسجنيتي، وفي عنسبة بكرن وعلى برعد وحقات وعد تكليزان، وشمال البحر الأحمر بمصوع وقندع وأفعبت ونقفة، وفي جنوب البحر الأحمر بمدينة عصب. اجتمع قائد الشرطة الإريترية العقيد محاريت أجاي اليوم السابع بمتسابقي الدراجات الهوائية في الإقليم الأوسط لبحث السلامة المرورية واستخدام آمن للطرق. وكان الهدف الرئيسي من اللقاء المنعقد في قاعة الشرطة الإريترية الحد من الحوادث المرورية ومكافحة الإعاقة التي يمكن أن تصادف أثناء التدريبات. وشدد العقيد محاري على كافة مستخدمي الطرق احترام قوانين المرور، وعلى متسابقي الدراجات الهوائية الابتعاد من الأعمال المؤدية إلى الحوادث المرورية والحد من القيادة غير الآمنة واحترام إشارات المرور ومنح الأولية حسب القوانين المرورية والحد أيضا من صعود الجبال منجرا بالشاحنات، وكذلك عدم استخدام سماعات الأذن أثناء التدريبات والسير الجماعي وعدم ممارسة التمارين دون القناع الواقي. وقال العقيد محاري السلام فوق كل اعتبار، ولتحقيق الدراجين حلمهم وأهدافهم والفوز في الاستحقاقات الدولية عليهم احترام قوانين المرور والتخلق بالأخلاق الحميدة. من جهته ذكر مسؤول قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد إندرياس أسموروم الدراجين لترجمة قوانين المرور جيدا على أرض الواقع وترسيخها على الآخرين، مناشدا استمرارية مثل هذه السيمينارات لأهميتها الكبيرة. قدم فرع التعليم في الإقليم الجنوبي لتعزيز دور الآباء والمعلمين من أجل تحسين الكفاءة الأكاديمية وخاصة في الامتحانات الوطنية.
وذلك في الاجتماع المنعقد لتقييم امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في 2 و3 من ديسمبر في مدينتي مندفرة ودق محره. وقدم منسق امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في الإقليم الأستاذ أسمروم ساسينوس تقريرا مفصلا أوضح فيه بنجاح 58.6% فقط من أصل حوالي 16 ألف طالب شاركوا في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية خلال العام الدراسي 2021-2022، وقد حقق ذلك تحسنا مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة في المدارس التي كانت تسجل نتائج ضعيفة، داعيا للقيام باهتمام جاد للرقي بذلك أكثر. وذكر المدير العام للخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الجنوبي الأستاذ قلاب تسفاسلاسي تفعيل الإدارة الأكاديمية وإدخال أساليب مهمة لمضاعفة العملية التعليمية وتحسين نتائج الطلاب، مناشدا لخلق بيئة صلبة تساعد المعلمين الجدد لتطوير قدراتهم التدريسية والقدامى لتبادل تجاربهم الثارة. من جانبهم طالب المشاركون لإيجاد آليات تساعد في إمكانية ارتفاع نقاط النجاح، لما تلعبه من دور بارز في مزيد من الجهد والكفاءة الطلابية. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها المدير العام للتعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب، أوضح فيها أن الامتحان الوطني يساعد في تقييم الكفاءة الأكاديمية وتحسين تطور الأنشطة التعليمية، مناشدا اتخاذ خطوات سريعة بالتعرف جيدا على القصور والنواقص المتسببة في تحقيق نتائج ضعيفة حسب المدارس. أحيا الإريتريون المقيمون في السويد 3 من ديسمبر اليوم العالمي للمعاقين في مدينة ستوكهولم، مؤكدين مواصلة مساهمتهم البناءة لإنجاح برامج الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وأوضح رئيس الجمعية في السويد السيد تخستيف السهاية في البرنامج المنتظم تحت شعار رعاية المعاقين جزءا لا يتجزأ من برامج التعبئة أهمية مهام الجمعية والشركاء الرامي إلى خلق أرضية ملائمة تسهم في اعتماد المعاقين على ذاتهم، وينشط فرعهم في تنفيذ برامج الجمعية والمساهمة بالدعم العيني والمالي للمعاقين. وأشار إلى أن الفرع ساهم في عامي 2020-2021 بتقديم عربات الدفع اليدوي والأسرة والعكازات وأدوات طبية وغيرها من المواد إلى الجمعية الأم، إضافة إلى تبرع فرع ستوكهولم ب10,000 دولار أمريكي، وأوميو ب4,000 دولار أمريكي، وأوربري ب90,000 كرونر سويدي. من جهته قال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس مانا إن دعم معاقي الحرب هو جزءا من القيم الوطنية ومسؤولية كافة المواطنين، داعيا لتنفيذ ذلك الدعم بصورة منسقة ليكون أكثر إفادة وفعالية. وقال السيد إسياس جبراي مسؤول الشؤون القنصلية إن رعاية المناضلين الذين عيقوا من أجل الحرية وحماية السيادة مسؤولية وطنية، مشيدا بمساهمة الفعالة التي ظل يبديها المواطنون في السويد وخاصة فرع الجمعية. في الختام، وظف 35,000 كرونر من ربع مناقصة الرسم والأزياء التقليدية، و10,000 كرونر تبرع به السيد تمسجن كيداني وزوجته السيدة أسماي تخلي. وشارك في البرنامج الذي شهد فقرات فنية المواطنون القادمون من ستوكهولم وأوبسولابا وساندفيك وغيرها من المدن. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، استهدف قصف جوي إسرائيلي ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية في ضربات نادرة من نوعها على المرفق الحيوي في البلاد.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله إنه نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري. وأدى القصف وفق المصدر ذاته إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية من دون وقوع خسائر بشرية. وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نيودلهي بالهند بوصفها قوة كبرى في وقت أعلن الحليفان التقليديان تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون في مجال الطاقة. وأكدت الهند أن روسيا بدأت هذا الشهر تسليم منظومتها الدفاعية الصاروخية أرض جو طراز S-400 بعيدة المدى، ما استدعى تهديدات أمريكية بفرض عقوبات. ومن بين الاتفاقيات الموقعة خلال محادثات بوتين مع مودي اتفاقية تعاون تقني في مجال الدفاع مدتها 10 سنوات وعقد نفطي مدته سنة. ولطالما كانت روسيا مزودة رئيسيا للأسلحة إلى الهند التي تتطلع لتحديث قواتها المسلحة، ومن أهم العقود القائمة حاليا بين الطرفين عقد المنظومة الجوية الصاروخية S-400. أعلن وزيراء الخارجية القطري والتركي أن الدوحة وأنقرة ستوقعان عشرات الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أن تركيا لا تعتزم طلب مساعدة مالية. وأوضح الوزير القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود شاوج أوغلو أن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. وأشار الشيخ محمد إلى أنه من المقرر أن توقع قطر عشرات الاتفاقات مع تركيا وأن تستثمر بكثافة في تركيا، وأضاف أن بلاده تتطلع لما قد يظهر من فرص من خلال المحادثات. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 29 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ورشة عمل بعنوان إريتريا والقانون الدولي. قائد الشرطة الإريترية يعقد لقاء للدراجين بالإقليم الأوسط لبحث السلام المرورية. قصف جوي إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية في غرب سوريا. اتفاقيات روسية هندية لتعزيز التعاون العسكري. تركيا توقع عشرات الاتفاقيات مع قطر خلال زيارة أردوغان للدوحة. إلى اللقاء.